المشاعر، إزاي بتساعدني أوصف مشاعري، إيه لون كل مجموعة فيها، وإيه معنى كل كلمة فيها. في أستاذة فاضلة طلبت مني في الكومنتات الفكرة دي من أول ما بدأت القناة. الفكرة عجبتني جدا، وشفت إن دلوقتي هو أنسب وقت ليها إن شاء الله. مين اللي أسس عجلة المشاعر؟ هو عالم نفس أمريكي اسمه روبرت بلوتشيك. هو اللي أسس عجلة المشاعر سنة 1980 بهدف إن الإنسان يقدر يحدد شعوره ويصنفه صح. هي عبارة عن دايرة مركزها فيه 6 مشاعر أساسية بحسب تصنيفه طبعًا، كل واحد من ال6 دول متقسم لفروع تانية بتعبّر عنه، لكن بمصطلحات تانية، فده بيساعدنا نحدد فعلًا ونصنّف اللي حاسين بيه، فاللي أنت حاسس بيه هيكون بالضرورة جوّه أي واحد من ال6 الأساسيين دول. فبالتالي لو أنا حددت إيه هو الشعور اللي أنا حاسس بيه، أقدر أتعامل معاه صح. في ناس كمان بتستخدمه علشان تحدد منه شدة الشعور من 1 ل10. كمان العجلة دي بتساعدنا إن احنا نفهم العلاقات ما بين المشاعر وبعضها، وبتساعد كمان الكتاب إن هم يلاقوا تعابير مختلفة يوصفوا بيها في مؤلفاتهم، وميزتها إنها سهلة وأي حد يقدر يفهمها ويستخدمها. يلا بينا نبتدي. النموذج الأساسي من عجلة المشاعر متقسم ليه 6 مشاعر زي ما قلنا أساسيين، اللي هم المتفاجئ والخوف والغضب والمشمئز والحزين وكمان السعيد. في نماذج تانية بتبين معادلات أو علاقات ما بين شعورين مع بعض وبينتج عنهم حاجة في الآخر، وفي نماذج تانية بتزود على ال6 دول حاجات تانية تفصيلية أكتر. في نماذج تانية بتوضح إن أنت إزاي ممكن تستخدم ده في العلاج النفسي أصلا، وإزاي بتتنقل من العار للتسامح للحب باستخدام برضو نفس عجلة المشاعر دي. واحدة واحدة كده هنمسك كل واحدة فيهم وندردش عنها أكتر. أول واحدة هبتدي بيها هو المتفاجئ، مقسمه هو ل4 تقسيمات ما بين المتحمس والمندهش والمتشكك والمذهول. المتحمس والمندهش يعتبروا تصنيفات إيجابية للمشاعر، داخل فيهم يعني مثلا المتحمس داخل فيه النشيط والمتلهف، والمندهش داخل فيه الحاجة اللي انت حاسس فيها برهبة. وحاجتين تانيين يعتبروا تصنيفات سلبية للمشاعر زي المتشكك أو المذهول. المتشكك داخل فيه المتحير وخائب الأمل، والمذهول داخل فيه الفزع والمصدوم. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا حسيت إن حصل موقف نتيجة مراقبتي لنفسي، فلو حصل موقف عمل لي صدمة أو مفاجأة، فبشوف الشعور اللي أنا حاسس بيه ده عبارة عن إيه، أقدر أصنفه إيه؟ أقدر أصنفه إن دي حاجة من صدمتها حسستني بالرهبة والتعظيم مثلا، ولا حاجة خلتني نشيط ومتلهف إن أنا عايز أشوف أكتر أو عندي فضول أعرف أكتر، ولا حاجة خلتني حاسس بخيبة الأمل والصدمة أو الفزع. فبالتالي لو أنا عرفت إن أنا دلوقتي حاسس بخيبة أمل نتيجة إن أنا اتصدمت في موقف أو في شخص أو أيا كان، وحسيت بخيبة أمل وحسيت إن أنا شاكك في مصداقية الموضوع أصلا من أوله، فيبقى أنا ساعتها في الحتة بتاعة المتفاجئ، فهابتدي أدوّر أو أفكّر إزاي ممكن أتعامل مع الشعور ده. في ناس بيكون كافي ليها إنها تعبّر عنّه سواء بالكتابة أو بالكلام مع شخص مُقرّب موثوق فيه أو بالتفكير كده ما بيني وما بين نَفْسي وأنا باتمشّى، وفي ناس بيساعدها أكتر إن هي تتكلّم مع شخص متخصص لو الموضوع متأزّم أوي، لإن ساعات شدة الشعور بتكون عالية أوي، أو الصدمة دي ممكن تكون شديدة أوي لدرجة إن هو مش قادر يتحمّلها أو مش قادر يتعامل معاها، فهيحتاج يروح لمتخصص. وفي كل الأحوال أنا حابة أأكد على فكرة إن المشاعر كل هدفها إن هي بتكون مؤشِّر عابر هياخد وقته وهيمشي، بس هي الفكرة إن أنا لو ما اتعلّمتش أو ما خدتش بالي هو بيأشّر لي على إيه، فهو هيرجع يحصل تاني أكتر بحِدّة أكتر وبشِدّة أكتر. فبالتالي لو أنا اتعرّضت لموقف فيه صدمة أو مفاجأة سواء حلو أو وِحِش وأنا واعي بيه، هاتعامل معاه أحسن من ناحية إن طيب ماشي أنا دلوقتي ملهوف أعرف أكتر عن الشخص ده أو أعرف أكتر عن الشيء ده، فأنا فاهم إن أنا دلوقتي ملهوف نتيجة المفاجأة، مش ملهوف مثلًا نتيجة الإعجاب، مش ملهوف نتيجة إن أنا لازم أكمّل في الحاجة دي لغاية الآخر. فهاحُط الأشياء في ميزانها الصحيح وفي قدرها الصحيح، فبالتالي هاتعامل معاها بتوازن أكتر. وبما إنها مش هتاخد أكبر من حجمها جوايا أو مش هتاخد مسميات مش حقيقية بالنسبة لها، فبالتالي هتاخد وقتها الطبيعي وهتمشي. طيب التقسيمة اللي بعد كده هي الخوف، ومقسّم الخوف ل6 أصناف: الفزع وداخل فيه العجز والخوف، تاني القلق وداخل فيه إن هو يكون مرتبك أو مضطرب، غير الآمن
اللي هو داخل فيه الدوني، إحساس الدونية وإنه غير كافي، الضعف وداخل فيه إن هو غير كافي مع إن هو عديم الأهمية، الرفض وداخل فيه إن هو مستبعد ومضطهد، التهديد داخل فيه إن هو متوتر ومكشوف أو غير محترم في الوسط اللي هو فيه. فلو أنا في موقف وحسيت فيه إن أنا مرتبك أو حاسس فيه إن أنا غير محترم في المكان اللي أنا فيه أو في الموقف ده، حاسس إن أنا غير كافي أو عديم الأهمية، حاسس إن أنا مستبعد أو مضطهد، حاسس إن أنا عاجز، كل دي حاجات داخلة جوه مسمى الخوف. فبالتالي أنا كده عرفت إن أنا محتاجة أتعامل مع الخوف في الموقف ده. من الحاجات اللي بتساعد في التعامل مع الخوف هو ذكر الله وقراءة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدي من أكتر الحاجات، يعني مش محتاجة إنك تجربها، هي حاجة مليون في المية النتيجة بتاعتها مضمونة. فدي طريقتي بصراحة لمّا باتعامل مع حاجة مخوّفاني، بادعي أو باذكر ربنا أو باقرا قرآن، وِرد من القرآن مثلًا. وبرضه ما تنساش زي ما قُلنا إن الشعور بيبقى مؤشِّر لحاجة حقيقية حاصلة، أنت بتحسّها كمان في جسمك. فبالتالي لو الشعور جاي يقول لي إن أنا مضطهد أو متوتر أو غير كافي أو أيًا كان، فأنا محتاج برضه أعرف الموقف ده ليه حسسني الإحساس ده؟ هل الموقف ده حقيقي فعلًا ينتج عنه الإحساس ده والّا أنا اللي حاسس الإحساس ده وما لوش علاقة بالموقف؟ يعني ساعات بيكون في تراكمات قديمة ما تمش التعامل معاها بشكل سليم، بس كل شوية تطلع على السطح وخلاص بشكل عشوائي. فأنا ممكن أكون في موقف إن حد بيتكلم معايا، لكن ممكن يكون مثلًا صوته عِلي سِنّة صغيرة، فأنا قُمت واخدها إن ده بيستبعدني أو بيضطهدني أو ما بيحترمنيش، فأنا غير كافي، فأنا مش عارفة إيه. والموقف ممكن يكون ما مش معناه كده أو ما يستدعيش كده، لكن أنا مُشبَّع من الشعور ده من زمان ما اتعاملتش معاه صح، فبالتالي هو متخزِّن جوايا، كل شوية يطلع على السطح ويهاجمني كده هجمات متفرقة علشان يقول لي أنا لسه موجود، أنتِ ما اتعاملتيش معايا. فهنا كمان بيكون مهم إن أنا أشوف السياق أو الموقف اللي حاصل هو فعلًا ينتج عنه الشعور ده فعلًا، والّا أنا مدّي الموضوع حجم أكبر من حجمه أو الشعور اللي جوايا أكبر من حجم الموقف ده، فهو أصلًا من حاجة قديمة، أحتاج بقى أرجع لها وأحاول أتعامل معاها تاني. التقسيمة اللي بعد كده بتتكلم عن الغاضب. والغاضب متقسم ل8 أصناف أو 8 تقسيمات. خذلان، الخذلان داخل فيها خيانة ومستاء، يعني الشخص اللي بيتعرض للخيانة أو بيتعرض لشعور الاستياء بيكون حاسس بخذلان. الإذلال اضطهاد وسخرية. الحاقد بيكون ناقم ومنتهك. الغاضب محتد وغيور. العدواني مستفز أو فيه استفزاز وشرس. المحبط محتد ومنزعج. المتباعد منسحب وفاقد الإحساس. المنحرج متشكك ورافض. يعني لو جينا نشوف المحبط مثلا، أي شخص حاسس إن هو محبط هو جواه ميكس ما بين إن هو محتد ومنزعج وأساسها هو غضب أصلا، حاجة مثلا ممكن تكون قديمة أو حاجة حاصلة دلوقتي بس هو رافضها ومحتد عليها، يعني منفعل كده عليها ومنزعج منها جدا، بس في نفس الوقت ما خدش موقف فحس بالغضب، حس بالإحباط وما فرغش ده، ففضل جواه إحساس الإحباط ده. الشخص اللي بيحس إن هو منحرج أو حاسس بالإحراج، فلو حاسس بالإحراج هو متشكك، ممكن يكون متشكك في قيمته أو في نظرة الناس ليه، رافض لفكرة إن الناس ممكن ما تقبلوش أو تعترض عليه بأي شكل، فهو حاسس بالإحراج، والإحراج في الأساس غضب. الحاقد كمان هو شخص ناقم ومنتهك، يعني هو معترض على حاله وعلى حال الآخرين، مش قابل لهم أو مش راضي عن إن هم يكون عندهم النعمة دي، فهو ناقم عليهم، رافض لهم النعمة دي، وفي نفس الوقت منتهك لحدودهم، فهو كده بيحقد عليهم، والحقد ده في أساسه هو غضب جواه. الغضب من الحاجات اللي لازم يكون معاها تفريغ، ما ينفعش إن أنا أتعامل معاها بأي تجاهل أو بأي مشتتات، لازم تفريغ عشان أخلص من الشعور ده لأنه عامل زي النار كده جوه الجسم. في ناس بتحس إن هي بتهدى لما بتتنفس تنفس عميق، لمّا تشرب مَيّة مثلًا، لمّا تقوم تتحرك من مكانها، لمّا تروح تمارين وخصوصًا التمارين اللي فيها شدة أو حركة سريعة. طبعًا الكتابة دايمًا باقول إن الكتابة من الحاجات اللي بتساعد جدًا، جدًا في تفريغ المشاعر أو في أي أفكار جواك لمّا بتكتبها على الورق، وتكتبها بورقة وقلم مش على notebook مش على notebook على الموبايل يعني أو أي حاجة إلكتروني. أنا باحس إن هو لمّا بتكتبها كده على ورقة
كأنك بتفرّغ فعلًا كل اللي جوّه دماغك على الورقة دي. ساعات بيبقى النقاش مع الناس خصوصًا لو هُم في مساحة من الكلام ما بيننا يعني قريبين مننا، ف فأحيانًا النقاش ده بيولِّد حلول، يعني ساعات اللي هو لأ، بيبقى في توضيح أكتر لوجهات النظر، بيبقى في حلول بنحطها إحنا الاتنين ونتفق عليها. التقسيمة اللي بعد كده بتتكلم عن المشمئز، وهو مقسّمها ل4 أصناف أو 4 تقسيمات. الرافض داخل فيه إن هو شخص سريع الحكم ومنحرج في نفس الوقت. خائب الأمل ده بيكون مُروَع وعنده ثأر جواه. بعد كده إحساس اللي هو إن حاجة فظيعة، فدي بتبقى حاجة بتدّيك شعور الاشمئزاز مع إن هي حاجة كريهة أوي. الشعور اللي بعد كده نفور، بيعرّفوا إن هو هلع وتردُّد. هنلاقي مثلًا إن خائب الأمل أو خيبة الأمل كانت موجودة في المتفاجئ وموجودة كمان هنا في المشمئز، فهو هنا على حسب السياق وعلى حسب التركيبة بتاعتها. هنا خائب الأمل شخص حاسس إن أو شايف إن الموقف ده مُروع أو حاجة خضّته أوي، بس في نفس الوقت هو عنده ثأر، يعني عايز ينتقم. فخيبة الأمل هنا جاية من اشمئزاز، مش من إن إحنا لسه في مرحلة الصدمة، لأ أنا خلّصت الصدمة وبقيت كمان في مرحلة إن أنا مُشمئِز من الموقف ده وعايزة آخُد action فيه. بيوضّح كمان إن الشخص الرافض لأي فكرة أو لأي شخص وبيكون شخص سريع الحُكم ومُنحرج. سريع الحُكم على الأشخاص أو الأشياء، يعني على طول الناس بالنسبة له بتتحط في قوالب معيّنة أو في تصنيفات معيّنة، فأنا باشوف فُلان الفُلاني بالطريقة الفُلانية بيتكلّم كذا، بيلبس كذا، يبقى هو كذا. فأنا كده سريع الحكم على الأشخاص أو على الأشياء كمان، وفي نفس الوقت أنا من جوايا عندي شيء من الإحراج أو من الخجل مثلًا، فبالتالي أنا مش بابادر حتى إن أنا أدوّر ورا الحكم بتاعي ده أو أدوّر ورا الشيء ده، لأ أنا على طول باقول إن أنا لأ أنا رافض، أنا هابعد وخلاص، لإن أنا ما بادخلش في الموضوع واشوف تفاصيله أكتر عشان أكون مُنصِف أكتر. واللي بيساعد هنا هو مفهوم التقبُّل، والتقبُّل زي ما قُلنا قبل كده هو مش معناه إن أنا موافق على الحاجة دي، فبالتالي هاروح أعملها مثلًا أو أقبلها عليّا أو على المُقرّبين ليّا، لكن معناها إن أنا موافق إن هي موجودة، لإن في اختلافات كتير في البشر واختلافات كتير في المواقف واختلافات كتير في المشاعر، فما عنديش مشكلة إن هي موجودة في وجودها وخلاص، لكن بشكل أو بآخر أنا باحس بالاشمئزاز من الحاجة دي مثلًا أو من الشيء ده أو من الأشخاص اللي بيتصرّفوا التصرفات الفلانية دي، فعادي مش مشكلة، فمش هادّي الموضوع أكبر من حجمه. والتقسيمة اللي بعد كده عن الحزين أو الحزن، وهو هنا مقسّمها ل6 أصناف أو تقسيمات. أول حاجة فيها العار، والعار ده بيكون شخص منحرج ومُخيّب. بعد كده المكتئب، والمكتئب ده بيكون حاسس بالدونية وبيكون خالي المشاعر. المذنب بيكون حاسس إن هو نادم وخجول. البائس بيكون حاسس إن هو عاجز وحزين. الضعيف بيكون حاسس إن هو هش وضحية. الوحيد بيكون حاسس إن هو تخُلِّي عنه ومعزول. فتخيل قد إيه لمّا بتحس مثلًا بالعار معناه إن أنت زي ما تكون مكسوف من نَفْسك مثلًا، فساعات بيبقى موقف بسيط خالص، بس البني آدم بيحس إن هو لأ، إيه اللي أنا عملته ده، إيه القرف ده، ما كانش ينفع مش عارفة إيه، فبيكون منحرج من نفسه أو مكسوف من نفسه وحاسس إن هو مخيب أو يعني إيه القرف ده. فتخيل إن القصة دي أصلا هي قصة حزن، فبالتالي أنا محتاجة أتعامل مع الحزن، فالشعور ده هيبتدي يخف بالتدريج. الشخص اللي حاسس بالذنب أو بيحسسوه بالذنب، يعني عنده قصص قديمة حاسس فيها بالذنب، فهو طول الوقت حاسس إن هو ندمان وخجلان من حاجات كتير، ممكن يكون خجلان حتى من نفسه. الشخص اللي حاسس إن هو بائس أو مكتئب، أنت في الأساس بتعاني من الحزن فمحتاج تتعامل مع الحزن. الشخص اللي حاسس إن هو وحيد، حاسس إن هو الناس اتخلت عنه، ومعزول بقى عن كل حاجة سواء باختياره أو فجأة لقى نفسه في القصة دي، فالشعور اللي بيسيطر هنا هو الحزن. الحزن دايما بيبقى ليه كده، ليه قدسية كده عند بعض الناس أو عند معظم الناس، اللي هو إيه، ده مود كده مود كده وليه رونق، ليه إحساس كده اللي هو جميل أوي. في ناس بالنسبة لها ده بيبقى جميل بشكل أو بآخر، بيدّيهم كده عُمق مثلًا. والحزن من المشاعر اللي سهل أوي تخُش فيها، وأحسن طريقة تتعامل بيها مع الحزن هي إن أنت بس تعترف بيه. يعني أنا دلوقتي حزين أو الشعور ده بالنسبة لي هو حزن، فعادي إن أنا أكون حزين، ما أكونش رافض ده أوي لدرجة إن أنا لأ، أنا محتاج أعمل مليون حاجة عشان أثبت لنفسي إن أنا مش حزين.
لأ عادي أكون حزين، وعادي أكون في الmood ده أو في الحالة دي أو في ضعف الطاقة دي، وما ادّيش الموضوع أكبر من حجمه ولا أخلّيه يسيطر عليَّ، فبالتالي هادخل في الحتّة بتاعة الضحية. بعد ما بتتقبّل الحزن وإن هو شيء عادي وطبيعي إن أنت تمُر بيه، وهياخد وقت وهيمشي، بس في نفس الوقت أنت بتدوّر ورا سببه الحقيقي من غير مشتتات ولا ملهيات. فلمّا أتعامل بالطريقة دي هالاقي إن الحزن ابتدى يخف بالتدريج وياخد مرحلته ويمشي. ساعات الحزن بيتشال بكلمة بس، كلمة طيبة من شخص أنا باثق فيه أو باثق في رأيه أو عارف إن هو عارفني كويس، فلمّا بييجي يقول لي كلمة طيبة في وقت إحباطي ده أو في وقت إن أنا حاسس إني ضعيف أو وحيد أو بالعار أو إن أنا مذنب أو أيًا كان من الحاجات دي، والاقي إن هو جاي بيقول لي لأ أنت مش كده، فاكر لمّا عملت كذا، فاكر لمّا اتكلمت بالطريقة الفلانية، فاكر الإنجاز الكذا اللي أنت عملته، الكلام الطيب بجد تأثيره على الحزن إن هو فعلًا بيمحيه، أنت فجأة بتحس إن أنت بقيت أحسن، أنت فجأة ممكن تكون من مرحلة عياط وانهيار لمرحلة إن أنا مُبتسم وابتديت أحس إن في أمل، وابتديت أحس إن أنا لأ، أنا مش مُخيّب أوي كده، أنا مش متدني كده، أنا لسه جوايا مشاعر، لسه حاسس إن أنا ممكن أعمل حاجة كويسة. وخلّي بالك الشيطان اللي هو عدوّك الأول والأخير عايزك طول الوقت تكون حزين أصلًا، هو ده الtarget بتاعه، يا إما حزين يا إما غاضب، في الحالتين دول أنت بتكون منفعل أوي، فيقدر من خلالهم إن هو يسيطر عليك ويستحوذ على أفكارك، فبرضه هنا بييجي دور ذكر الله وقراءة القرآن والرجوع السُنّة، أشوف إيه الأحاديث بتاعة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي اتكلمت عن الموضوع وإزاي أتعامل معاه. وآخر تقسيمة هي السعيد، وأنا قاصدة إن هي تكون آخر حاجة علشان تكون حاجة لذيذة كده. فالسعيد متقسّم ل8 أصناف. المتفائل ده بيكون شخص ملهم، والواثق بيكون شخص ودود وحساس، المسالم بيكون شخص شاكر ومحب، القوي بيكون شخص إبداعي وشجاع، المقبول حاسس بالقبول يعني بيكون شخص قيم ومحترم، الفخور بيكون حاسس إن هو واثق وناجح، المهتم بيكون حاسس إن هو متسائل وفضولي، القنوع بيكون مبتهج وحر، المرح بيكون نبيه وثائر. فتخيل إن من علامات أو مؤشرات إن أنت شخص سعيد إنك تكون متسائل وفضولي، شخص مهتم بموضوع معين فبتفكر فيه، بتدور وراه، بتسأل، بتتناقش، عندك فضول. ده اللي ممكن يكونوا بيسموه كمان الشغف. عايز أحس إن أنا مقبول، يبقى قدم حاجة فيها قيمة وكن محترم في المجتمع بتاعك، هتحس إن أنت مقبول، هتحس بالقبول. والقبول ده اللي هتعالج بيه الرفض اللي موجود في الحزن أو في الاشمئزاز. عايز أكون قوي، ففكر في فكرة تكون فيها إبداع أكتر وكن شجاع في تنفيذها. إمتى أقول على الشخص إن هو واثق؟ لما يكون ودود وحساس، مش لما يكون متكبر، مش لما يكون ماشي يا أرض تهدي ما عليكي قدي. الثقة جاية من إحساس لطيف قوي جوانا إن إحنا في الأساس سعداء بالحاجة الحياة اللي إحنا بنعملها أو الحاجة اللي إحنا بنعملها، وحاسين قوي بالرحمة دي، بالود والإحساس المرهف. ده الشخص اللي بيكون واثق لأن هو راح في حتة الهش والضعف والدونية يمكن أو العار أو أيا كان، وراح في حتة إن ممكن أكون أنا متغطرس مثلا ومغرور أو مشمئز مثلا فرافض، فوصل في الآخر للمعادلة بتاعة الثقة إن هو يكون شخص رحيم بالناس ورحيم بنفسه، فاهم إمكانياته، فاهم الحاجات اللي هو عايزها في حياته أصلا وبيسعى ليها. فبالتالي عنده حتة الودود أو الحساس دي هي اللي شغالة، هي اللي بتحركه. شخص القنوع مثلا شخص مبتهج وحر، مبتهج بأبسط الأشياء، يعني أبسط حاجة بتحصل في يومه هو منتبه ليها وفرحان بيها، مبتهج بيها. وفي نفس الوقت هو حر. حر يعني ايه؟ يعني هو عارف ان هو مختار الحاجة اللي تناسب حياته وتناسب معاييره. الغير حر هو الشخص اللي فيه مليون حاجة حواليه بتأيده ان هو يعمل الحاجة اللي هو بيعملها في حياته. يعني انا بشتغل الشغلانة دي علشان كل الناس بتقول ان هي دي الشغلانة الصح، او انا بتجوز الشخص ده علشان كل الناس بتقول ان هو ده الشخص الصح. يعني معاييري في الحكم على الاشياء او في الاختيار معتمدة على حاجات تانية برايا، على قيود فرضها الاخرين، مش على اختياري الحر من تجربتي الشخصية مثلا او من معاييري. واخر حاجة عايزة اقولها في الجزئية دي ان الشخص الملهم هو الشخص اللي بيكون متفائل واللي بيكون في الأساس سعيد. فمش شرط عشان تكون ملهم إن أنت تكون عملت الإنجاز اللي محدش عمله قبل كده أو كسرت القواعد في أي حاجة في الحياة
عشان تكون ملهم انت محتاج يكون شعورك جيد ناحية الحاجة اللي انت بتعملها، بس تكون حاسس ان في معنى من الحاجة اللي انت بتعملها، تكون بتعملها وانت عارف ان ربنا شايفك، هل هي من ضمن المعايير اللي ربنا يحبها ولا لا. فحتى لو انت دلوقتي بتقوم بعملية مثلا إلهام او بتكون شخص ملهم، او الناس بتقولك ان انت ساعدتهم في حاجة معينة او ألهمتهم في حاجة معينة، فده مش معناه ان انت محقق نتيجة معينة، معناها ان انت مؤمن بالحاجة اللي انت بتعملها دي وبتعملها بمصداقية ومتفائل ان شاء الله هتجيب نتيجة كويسة. ممكن تكون النهاردة او في اللحظة دي لسه انت ما لمستش النتيجة بتاعتها. في نموذج تاني بقى من عجلة المشاعر لذيذ قوي، بيوضح شوية معادلات كده. اول معادلة بتقول ان السكون زائد الاهتمام تساوي التفاؤل. يعني لو انا شخص عايز اكون متفائل فمحتاج اكون اصلا في سكون جوايا او عايش في مرحلة السكون او السكينة، زائد ان انا مهتم بحاجة معينة زي ما قلنا ليها معنى بالنسبة لي او ليها قيمة بالنسبة لي، شعوري في سكينة، مطمئن، هادي، وفي نفس الوقت في اهتمام بحاجة معينة ليها قيمة، فبالتالي هكون شخص متفائل. مش مهم دلوقتي النتيجة ايه، بس انا متفائل او عندي امل في اللي جاي ان هو هيكون كويس. المعادلة اللي بعد كده الترقب زائد الغضب يساوي العدوانية. الترقب معناه ان انا قاعد بقى بخطط بجهز المصيدة مثلا او بجهز الخطة اللي انا هنتقم بيها. فلو انا عندي الترقب ده زائد غضب، ايا كان بقى اي تقسيمة جوه الغضب، هيطلع مني شخص عدواني. يعني هو مش مجرد ان هو بينفعل في وقتها علشان هو مش متحكم في غضبه، لا ده هو كمان مخطط ومرتب فبيكون اكثر عدوانية. طيب الغضب زائد الاشمئزاز يساوي الازدراء. يعني لو انا شخص عندي غضب من الشيء ده او من الشخص ده وفي نفس الوقت اشمئزاز، فاللي هيحصل هو ازدراء او احتقار. طيب الحزن زائد الاشمئزاز يساوي ندم. يعني انا قرفان من حاجة معينة، قد تكون ذكريات مثلا، قد يكون اشخاص، بس جه مع الاشمئزاز دي شعور الحزن مش الغضب، شعور حزن. فلما بيجي مع الاشمئزاز حزن بيبقى معناها ان انا حاسس بالندم. طيب التفاجؤ مع الحزن، يعني حصلت لي حاجة مفاجأة او صدمة بس معاها حزن، تساوي الاستهجان. والاستهجان يعني رفض، يعني حصلت صدمة مفاجأة سببت لي حزن او دخل معاها حزن، او المفاجأة دي حزينة يعني، فايه اللي هيحصل ان انا هبتدي ارفضها او هبقى مستهجنة، هبقى ناكر ليها، اصلا انا مش مصدق ان هي حاصلة. التفاجؤ لو جه مع الخوف هيبقى يساوي الروع، يعني خوف شديد جدا جدا، صدمة ولكن مخيفة. طيب الثقة مع الخوف بيجي او بتديني اذعان. الاذعان معناها ان انا ارجع ورا شوية، حتى مع ان انا واثق اهو، بس دخل في المعادلة خوف، فبالتالي هبتدي اتراجع. طب الثقة لو دخل معاها الفرح هيجي نتيجة لده الحب. يعني انا واثق وفي نفس الوقت فرحان او سعيد، ده بيساوي الحب. في تقسيمات تفصيلية اكتر في نموذج تاني لعجلة المشاعر، بيحطوا فيها شعور الراغب كشعور اساسي، وداخل جوه الراغب ده مشتاق وجريء ومهتم وموافق ومعجب ومنسجم. يعني دي كلها تعبيرات عن شخص راغب في شيء أو في شخص. وتقسيمة كمان أساسية كشعور أساسي اسمه متوقع، والمتوقع ده بيحط جواها متحمس ومترقب وعنده أمل وواثق. والمتحمس دي ممكن يدخل فيها ان هو متشوق للشيء ده، فمتحمس للقائه او للقاء النتيجة بتاعته. مترقب بيكون شخص في الغالب مخطط، يقعد يحط بقى خطط ويدرس. والشخص اللي عنده أمل أو حاسس بالأمل هو شخص راجي لحاجة ممكن تكون مش موجودة دلوقتي لكن هو عنده الرجاء ده. الشخص الواثق بيكون شخص متمكن. في نموذج أخير من عجلة المشاعر بيوضح إزاي بتتنقل من شعور العار تعدي على التسامح توصل للحب. هو بالنسبة له في التقسيمة دي بيعتبر إن أي شعور سلبي داخل جوه العار، وأي شعور إيجابي أو كويس يعني داخل جوه الحب، والممر اللي ما بينهم هو التسامح. فانت عشان تعدي من ان انت مثلا غاضب من حاجة او من شخص وتبتدي ان انت تحبه او تتقبله، فلازم تعدي على التسامح، لازم تتعلم ازاي تسامح المواقف والاشياء والدنيا وكل حاجة. وعامة هي كوجهة نظر مش غلط، يعني بغض النظر عن التقسيمات والتصنيفات، بس في النهاية انت برضو بتبقى محتاج تسامح الشخص اللي كان حسسك بالخيانة او حسسك بالذنب
أو أو كان حاقد عليك. أحيانا بيكون الحل إن أنت تسامح الشخص ده، أو كمان تسامح نفسك إن أنت وافقت على إن حاجة زي كده تحصل، وإن التسامح الحقيقي فعلا بينقلك من الشعور السلبي للشعور الإيجابي. مش معنى كده إن السلبي وحش والإيجابي حلو، بس معناه إن أنا في مرحلة أو في حالة سيئة بتعيقني عن حياتي الطبيعية أو حياتي اللي هي فيها أمل وإقبال كده، وبتحطني في حتة حزينة، مكتئبة، محبطة، خايفة، غاضبة، أيا كان. واللي كمان بينعكس على جسمي والأمراض اللي بتحصل لي، بينعكس على حكمي على الأشياء وعلى الأمور. ولما باجي أختار حتى بعد كده ببقى متأيد بالحاجات اللي أنا اتعرضت ليها قبل كده وما سامحتش فيها. فكل ده ممكن يتحل بإن أنا أسامح الأشخاص، أو أسامح القدر مثلا، أو أسامح نفسي على إن ده حصل أيا كان إيه هو. ومنه هنتقل من مرحلة إن أنا حاسس بسوء لإن أنا حاسس بشعور جيد. ومش عايزة أطول أكتر من كده، بتمنى إني أكون وضحت عجلة المشاعر بطريقة لذيذة وواضحة وحلوة، وتكون فتحت في دماغك بوابات لحلول لمشاكل أنت عايش فيها بقالك كتير. وسلام.